أهلًا وسهلًا غزالة ديالي، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ أموركم هانية؟ كنتمنى يا ربي وتكونوا كتشوفوا هاد الفيديو تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وما يكون ناقصكم حتى خير يا ربي العالمين، وتكونوا بأحسن الأحوال وبالصحة والعافية والسلامة وهادشي اللي خصنا. أنا رجعت معكم البنات بروتين جديد، أولا اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيكة ولا الطريقة ديالي. اليوم غنشارك معكم البنات واحد الكيكة اقتصادية أولا بحجم عائلي وساهلة ومقادير بحال دائما في أي دار. المهم أنا نستعملها على الطريقة ديالي وهانتوما معايا. أول حاجة البنات جبت واحد 3 بيضات بحرارة مطبخ، وعديت لها البنات واحد الكاس السكر. انا البنات غنصحكم صراحة واخا هي جات مزيونة ولكن حلوة بزاف. عدلوا غير واحد الكاس د السكر، ما تعدلوش جوج. انا هنايا عدلت جوج، وفي الاخير انا زدت لها الشوكولات. الصراحه جات حلوه بزاف، يعني اللي ما عندوش مع الحلاوه يعدل غير واحد عتجي، وكان واحد غيكون كافي. وشباتهم البنات وبديت كنخلطهم بالطاره بالكهربائي. صراحه دغيا كيسهل، واللي ما عندوش يعدلهم بيدو. وعندي كاس د الزيت البنات كنزيد شويه بشويه، نتوما كتشوفوا على عينيكم. واللي ما عندوش بغى يعدل في مونين كتيعدل، المهم اللي كتجيكم سهله غير ديك د اليد كتخدم. البنات نتوما عارفين شحال هادي والله الا ما كان لا طاره بلا حتى حاجه كنا كنشبروا فورشيط وكنبقاو نخدمو كنطلعو الحلوى غير الحلوى ولا كيكه ولا اللي كان غير اللي كيعكز وصافي، يعني باي طريقه. يعني عاد بصال بحال دائما كنقول لكم، الا بالكم شي حاجه راه عدلوها وعدلوا الهدف قدامكم وخدموا عليه، والله ييسر للجميع يا ربي. هنايا البنات من بعد ما زدت لهاديك الكاس د الزيت شويه بشويه، دابا عندي هنايا 2 الكيسان د الماء. انا قلت غنعدل الكيكه كبيره حجم عائلي، يعني ديك القديمة اللي كنزيدو لها الماء كلشي كيعرفها، وقلت غنشاركها معكم. والماء كذلك البنات كنزيد لها شويه بشويه، نتوما كتشوفوا الصوره واضحه. وكنطرب حتى كيتخلطوا داكشي كامل مع بعضياتهم، داك العناصر كامله كتجانس مع بعضياتها كترجع شكل واحد يعني، وكتجي باش كتجي مزيانه. وصراحه الطرب الكهربائي كيسهل الامور، واللي ما عندوش يستعمل اي حاجه. المهم هو هي المشاركة، والمهم هي بنادم ما يعكسش على الحاجة، ووجدان وليداتو نتوما عارفين العواول يعني ياكلو يمشيو مدرسة، تجبروا كوتي في الدار وكلشي. هنايا البنات عندي واحد قشرة د الليمون محكوكة، ضروري ما نكهو بشي حاجة. سمحوا لي البنات ديك بيضات حتى هما اللي عدلتهم أنا معاهم جوج د لافاني. الصراحة ما بانش الفيديو في الصورة، ولكن انا عدلت معاهم لافاني كذلك باش نسمو باش يعطيونا شي مذاق مزيون. هنايا قلت غنكمل غير بيدي. صراحة واحد الطراب ما جبرتوش يد اليداوي، قلت انا نكمل غير بهذا عرفتو اللي كيجي في غير ديك ستيطو. ومن هنايا البنات عندي الطحين كيكون الطحينة ولا الدقيق كيكون مغربل، وانا عديته في هذاك الطبسيل الكبير بقيت كنزيد بالكاس، وانتم عينكم ميزانكم. المهم عدل الجوج وغنخلط وغنشوف. نتوما عارفين القوام ما يكون ثقيل ما خفيف. وهنا غنزيد الخميره د لافاني. زدت 4 بنات، حيت انا عملت لاطه كبيره د الفران، وإلا كنتو عندكم لاطه المول صغير عدلوه صغير، عدلو على حساب زعما المول اللي عندكم، فهمتوا؟ يعني المول صغيره ولا المول كبيره ولا اللي بغيت. انا عدلت 4. صراحه بانوا 3 ولكن انا عدلت 4، ما عرفتش فين مشات، حيت ملي كنكون كنعمل مونتاج كنقطع النص د الفيديو باش ما كيبقاش كيكون طويل. ملي كنجي نعمل المونتاج كنقطع النص. وكنتمنى اللي وصلت هنا تعاودوا تعمل لي واحد اللايك، وكنقول لكم شكرا بزاف على التشجيع ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم. واخا القناه الصراحه ماشيه بواحد البطء، ما نقولكمش بحال السلحفاه، شفتوا السلحفاه ثقيله، ولكن القناه ديالي ثقل من هادشي اللي عطا الله. صراحه انا ما عاملاش مجهود عليها وما كنخدمش بزاف. المهم حنا ماشيين. هنا البنات كتشوفوا انا زدت 2 الكيسان اخرين، يعني في المجموع 4. وعينكم ميزانكم كتخلطوا كتشوفوا زعما واش باقصكم، واش خفيفه واش ثقيله. ما عارفين القوام ديال الكيك كيفاش كيكون ما ثقيل ما خفيف معوض. وهنا جبت واحد اللاطه اللي كندخلو في الفران اولا المولك واحد شنو كيقول لها، ودهنتها بشويه د الزبده ورشيتها بشويه د الطحين باش ما كتلصقش الكيكه ديالنا. وكنشبر
ديك الخليط كاملين كنخويه تما. بطبيعة الحال البنات ملي كتعضلوا الطحينة ولا الدقيق كيكون عندكم مغاربل، أنا كان عندي مغاربل يعني بلا ما نبقى نصور لكم مراحل وداك الشيء باش ما نطولوش الفيديو. ولا بغيتو تعدلوا غير شي حاجة صغيرة نقصوا المقادير يعني شي حاجة صغيرة فهمتي يعني واحد على حساب الأفراد العائلة ديالو. أنا هاد المرة قلت نعدلة كبيرة إن شاء الله يا ربي نتوما كتشوفوا معايا. كنحاول نوزع هاداك الخليط كامل على لاطا ديالي كامل، ودابا غندخلهم الفران وغنرجع معاكم. ها هي البنات من بعد ما طابت زوقوا باش ما بغيتو. انا صراحه قلت غنعدل شويه الشوكولاته على حسب الوليدات و وعدت لها من فوق منها اللوز ايفيلي، وكاينه اللي كياكلها غير هيدا. المهم لكم الاختيار. غير حاجه وحده بنات نقصوا السكر، صراحه جات حلوه بزاف مع ديك الشوكولاته ما شاء الله. ايوا تبارك الله ما نقولكمش كيف جات. بنحاول نوزعوا الشوكولاته. المهم الشوكولاته نتوما عارفين الطريقه ديالو التذويب، كتعدلوا في حمام مريم ويوا كتذوبوه داكشي ساهل مره. بعد كتدخلوها النبيره كتخليوها تبرد، ضروري ما تخليوها تبرد. هي اصلا اليوم صراحه الجو بارد يعني دغيا ما كتبرد، واخا ما تخليوهاش في النبيره يعني هي تبردكم هي دغيا. الشوكولاته نتوما عارفين ملي كيكون الجو بارد دغيا ما كيجمد. وذوقوها باش ما بغيتو، واللي بغى يكتفي بها بلا شوكولاته يكتفي بها هذيك بلا شوكولاته. وعدت لها انا شويه د اللوز ايفيلي هانتوما غتشوفوا معايا في الصوره. المهم بحال دائما كنقول لكم جيبوا المكونات اللي عندكم في الدار وعدلوهم يعني بلا ما تكلفوا على راسكم بلا حتى حاجه. اهم حاجه هي المشاركه. بنات نعاودكم عاودوا عدلوا لي لايك وشي كومونتير مزيون بحالكم، ما تنساوش تدعموني، وكنقول لكم شكرا بزاف لله خديكم. واللي فنيتو شي حاجه الله يعطيها له، الله يسهل الامور يا ربي للجميع. وكنعاود نشكركم شكرا بزاف. هانتوما البنات كان عندي شويه د اللبز ايفيلي حمرته شويه في المقله وهرسته ما خليتوش يكبر، هرسته وعدته فوق منه. صراحه جا لا شكلا ولا مذاقا جات مزيونه كتحمق. ضروري بني ما يشارك معايا. المهم اللي عنده شي وليدات الله يخليهم له يا ربي العالمين، واللي ما عندوش الله يرزقه الذريه حسنه يا ربي، والله يرزقنا ويرزق الجميع. حبحتي لي ديك العدد 30. سمحوا لي بنات ضروري بلي ما يشارك ما عندي ما نعمل هادشي اللي عطا الله. والله العظيم هذا هو السبب الوحيد اللي كيخليني ما كننزلش ما كنصورش. نتوما عارفين اللي عنده الوليدات ضروري اي حاجه يعني تبقى تقابلهم. نتوما عارفين الله يعاوننا والله يرزقنا الصحه والسلامه يا ربي. وهادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم. بنات زيدوا شجعوني، زيدوا اشتركوا. اللي ما مشتركش تشارك. والله العظيم نسبه المشاهده اللي كيتفرجوا فيا اللي ما مشتركينش اكثر من اللي مشتركين معايا. ما تخسر والو. نتوما واحد القناه الاشتراك تسكيو عليها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وتوصلوني ل 4000 مشترك. ما فيها بس تعاونوا معايا من هنايا بنات. ها هي كيكه ديالي جات غزاله ما شاء الله كتحمق. ها هي وجدت ودابا عنده تلقى واحد البريد اتاي ونزلت من وليداتي الكوتي. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وكنتمنى يعجبكم الفيديو دعموني، وكنقول لكم شكرا بزاف. الله يجازيكم بالخير ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.